عمرك حسيت إنك بتضيع وقتك في حاجات صغيرة وتسيب المهم يتراكم؟ النجاح مش بيجي بالحظ، النجاح إنك تختار الصح وتبدأ بالأهم. ومن خلال كتاب أبدأ بالأهم ولو كان صعباً، هنمشي مع بعض خطوة بخطوة لغاية ما نتعلم إزاي ننظم وقتنا وننجز يومنا بأبسط الطرق. قبل ما نبدأ، لو بتحب تلخيصات الكتب وتستفيد من أفكارها الذهبية، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيهات علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. جاهزين؟ يلا نبدأ الرحلة؟ الطريقة 1: كل ضفدع. تخيل كده لو صحيت من النوم ولازم تاكل ضفدع. غريبة صح؟ لا، دي فكرة براين تريسي في كتابه ابدأ بالأهم ولو كان صعباً. الضفدع هنا هو أصعب وأهم مهمة في يومك، ابدأ بيها الأول عشان أي حاجة بعدها هتحس إنها أسهل. الطريقة 2: فكر على الورق. اللي ما يعرفش رايح فين عمره ما يوصل. هات ورقة وقلم واكتب انت عايز ايه بالظبط. اللي بيكتب أهدافه على الورق فرصته يحققها أكبر ب10 مرات من اللي مش بيكتب. ساعتها طريقك هيبقى أوضح وأسهل. الطريقة 3: خطط كل يوم مسبقاً. قبل ما يومك يبدأ خطط له. خد 10 دقايق بالليل أو أول ما تصحى اكتب لستة مهامك. 10 دقايق دي ممكن توفر لك ساعات من اللخبطة والتشتت. طريقة رقم 4: قاعدة 80-20. 20% من شغلك يجيب 80% من النتائج، يعني مش كل المهام زي بعض. ركز على الحاجات اللي فعلا هتفرق معاك وسيب الباقي أعمله بعدين. طريقة 5: فكر في العواقب. اسأل نفسك قبل أي مهمة، لو عملتها إيه اللي هستفاده؟ ولو ما عملتهاش إيه اللي ممكن يضيع؟ المهم هو اللي نتيجته طويلة المدى، مش اللحظة دي بس. طريقة رقم 6: حط قاعدة الإلزامية. اعمل قاعدة مع نفسك، المهام اللي في قائمة ألف لازم تتعمل الأول مهما حصل. اللي بعدها ب ج د ممكن تستنى. القانون ده هيوجه تركيزك ويخليك منظم أكتر. طريقة 7: ركز على المجالات الرئيسية 3. كل شغل أو دراسة في 3 مجالات أساسية هم اللي بيجيبوا أغلب النتائج. اعرفهم واشتغل عليهم. لما تحط وقتك في ال3 دول تنجز وتسبق بسرعة. الطريقة 8: استعد جيداً قبل أن تبدأ. لو عايز تشتغل من غير ما تضيع وقت، حضر كل أدواتك قبل ما تبدأ. التحضير ده بيخلي التأجيل يختفي وتلاقي نفسك بتبدأ على طول. الطريقة 9: اعمل واجباتك. كل ما تعرف أكتر تبقى أقوى. اقرأ، اسمع، اتعلم من اللي سبقوك. استثمر في نفسك، طور مهاراتك. المعرفة هي السلاح اللي يخليك تنجز أسرع من غيرك. الطريقة 10: طور مهاراتك الرئيسية. في كل مجال في مهارات معينة هي الأساس. لو طورت المهارات دي هتبقى متميز بسرعة. اسأل نفسك إيه المهارات اللي لو أتقنتها حياتي كلها هتتغير؟ الطريقة 11: استفد من مواهبك الخاصة. ربنا مديلك مواهب خاصة بيك. لما تشتغل في اللي انت بتحبه وشاطر فيه هتنجز أسرع وبجودة أعلى. اعرف موهبتك واستفيد منها. ركز على نقاط قوتك. الطريقة 12: حدد قيودك. اعرف ايه اللي بيأخرك. في حاجة أكيد واقفة في طريقك، خوف أو نقص في حاجة. لما تكتشف القيود اللي بتأخرك
تقدر تكسرها وتتحرر، أو تقدر تتخطاها. الطريقة 13: اضغط على نفسك. ما تستناش الظروف المثالية لأنها مش هتيجي. ابدأ واضغط على نفسك شوية. النجاح مش بيجي للكسلان، بيجي للي بيتحرك. ادي لنفسك دافع داخلي واضغط شوية عشان تتحرك. الطريقة 14: استغل وقتك صح. استخدم وقتك بحكمة. اسأل نفسك دايما: ايه أهم استخدام لوقتي دلوقتي؟ لما تلاقي الإجابة ركز عليها فوراً، كده بس هتحس أن وقتك ليه قيمة. الطريقة 15: خليك في حالة طاقة وحركة. التأجيل عدو الإنجاز. خليك دايماً متحرك، خد خطوة حتى لو صغيرة. الحركة بتديك طاقة، والطاقة دي بتفتح لك أبواب جديدة. الحركة هي اللي بتفتح الطريق. الطريقة 16: جزء المهمة. المهام الكبيرة بتخوف. طب والحل؟ قسمها لأجزاء صغيرة. ابدأ بجزء صغير، خطوة خطوة هتلاقي نفسك خلصت كله. ابدأ بجزء بسيط وهتلاقي نفسك كملت. الطريقة 17: حدد وقتك الأكثر إنتاجية. كل واحد عنده وقت بيكون فيه في قمة نشاطه. في ناس الصبح، ناس بالليل. اعرف وقتك ده وحط أصعب وأهم مهامك فيه. الطريقة 18: تعلم التركيز على مهمة واحدة. اللي بيعمل كذا حاجة مع بعض في الآخر مش بيخلص ولا واحدة صح. المهام متعددة بتشتت. التركيز على مهمة واحدة بيخلي الإنجاز مضاعف. ركز في حاجة واحدة لحد لما تخلصها، روح للمهمة التانية. الطريقة 19: طور شعورك بالإلحاح. إحساس إنك عندك الوقت ضيق بيخليك تسرع وتنجز. اشتغل كأن الوقت بيجري، هتتفاجئ قد إيه هتخلص بسرعة. الإحساس بالإلحاح بيخليك تخلص أسرع وبتركيز أعلى. الطريقة 20: ركز على إكمال المهمة. الموضوع مش إنك تبدأ وبس، المهم إنك تخلص. إحساس إنك أنجزت حاجة كاملة بيديك طاقة رهيبة لباقي يومك. الطريقة 21: كل ضفدعك الأكبر أولاً. ابدأ دايماً بأصعب وأكبر وأهم مهمة عندك. لما تخلصها الأول، أي حاجة بعدها هتكون أسهل بكتير. ده سر الإنتاجية والنجاح. وده كان ملخص قصير لكتاب ابدأ بالأهم ولو كان صعباً. افتكر دايماً النجاح بيبدأ بخطوة، والخطوة دي هي إنك تختار تركز على الأهم الأول. خلي بالك، السر مش إنك تبدأ أي حاجة، السر إنك تبدأ بالأهم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمله شير ولايك. شاركه مع أصحابك عشان كلنا نبدأ نحقق إنجازاتنا خطوة بخطوة. استنوني في الفيديو الجاي، ودايماً خلي عندك الشجاعة تبدأ بالصعب. لو دي أول مرة تشوفوا القناة، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل التلخيصات الجديدة أول بأول.